مش عربية عادية. الأرقام بتاعتها مش أرقام قديمة، مش الأرقام دي عشان هم لفتوني نظري. اثنين قاعدين قدام وثلاث رجالة ورا، وطحان في دهون، وفي واحد منهم قاعد لابس جلابية والبتاع الأبيض ده سروال. وقفوا قدام الشارع. عمال أنا لفيت كده سمعت صوت واقفين قدام هنا بالظبط. طلعوا حاجة لونها حمراء، حاجة بلاستيكية يمكن كده، وفيها قعدوا ولعوا نار يمكن مولوتوف، بدأوا يحدفوا هنا. فانا صرخت العماره كلها وكل العماره طلعوا. جريت كلمت المطافي، كلمت بوليس النجده، بوليس النجده ما ردش عليا، المطافي ما ردش عليا بتاع تلت ساعه، وبعدين بعد تلت ساعه قال لي ما جارتكم بلغت، وهو انا بعتهم دغري كانت الدنيا ولعت. لو كان جه بعد 5 دقائق المطافي ما كانتش الدنيا ولعت. ده مطافي جنبنا. لا طبعا شكيت فيهم بس ماشيين وماشي على مهله جدا 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 في العربيه، وبيبص شمال ويمين. شفتهم نزلوا من العربيه. رقمها طلعت من هنا قدام الناس. عزيز مولوتوف. بص هي الصندوق الاحمر اهو. بصي اهي الصندوق الاحمر. هو ده الصندوق الاحمر. ايوه هو ده. هم نازلين كده. الله يخليك انا عايز اسافر بسلام وعندي ساعتك بس الرقابه تشوف التليفون اللي ورا من عادة محمد الرقابه يا باشا. الرقابه بيضه وده صندوق حضرتك فيه. يعني الصندوق دوت الصندوق ده صندوق احمر. حتى البواب هناك بيقول لي صندوق اصفر، قلت له صندوق احمر. انا شفته وقف وركز على الحته دي. دول عربيات يعني عارفين حاجه. بس انا اللي جنني المطافي اللي ما جاتش. بس فعلا الصندوق اللي قلت عليه ده انت قلت خلاص هدفها منين بعد اذن حضرتك؟ هدفها من هنا ورا ده شويه، مش هنا. لا قبل المطاف هنا وبدا رمى الحاجات ولعه وبدا يرمي. وما لحقش يرمي رمى الثمر كله يعني يظل فقير يعني وقف الصندوق. كله كان مليان مفتوح. اللي بيعملوه بنزين بيه باين مولوتوف ده ولا سابوهم وجالوا. لما بدات انا اصرخ وناس في العماره هنا بداوا يسمعوا هربوا. هربوا. كان معاهم مسدس كمان كده طلقات اللي بتضرب خرطوش. اكيد طبعا حمد على زين بعد الصلاه. مين يا جماعه اللي جاب الصندوق ده ليه؟ اكيد الاذان على يا جماعه. مين اللي جاب الصندوق؟ مين اللي جاب الصندوق؟ شلته ازاي؟ شلته ازاي؟ لا شلته ازاي؟ مسكت الازايز؟ لا طب بس خلاص سيبه كده بقى. حضرتك معايا ولاعه عليها بصمات اللي ولعوا معايا. هم يوم سابوا ولاعه معاه الولاعه. عامل هنا يا عم. عامل هنا هو. بص يا خالد، تم استخدام طفايات البنك. طفايات البنك